شرفت بيتك يا عروسه. امال فين فتحيه؟ فتحيه بقى عايزاها تتوجد ليله دخلتنا يا سنيه. مش حرام عليكي؟ انت ايه عايزه تقتليها؟ ان جيت للحق انا عايزه اقتلك انت. طب اما نشوف بقى مين اللي هيقتلك. عرباجي؟ انت مش طلبت تبقي فرس العرباجي؟ امال فين الاسطبل؟ اسطبل؟ اوضه النوم يا عرفاني. تعالي معايا. تعالي. قدامك ايه؟ سمي وخش برجلك اليمين. عرفاني يا اسطى. هو ايه اللي عندي نقله جوه وعايز احملها. مش عايزين النهارده، راح اشوف لك نقله في حته تانيه. ناحيه ثانيه. اسرح يا عرباجي. عشان الله. هنط من الشباك. يا عيني عليك يا بنت السمري، لكن معلش تروق وتحلى. عيب كده يا سنيه، افتحي. لما يجي مزاجي. وهيجي ازاي مزاجك وانا بره؟ يا سلام، ما تكونش فاكر نفسك عنتر ابن الغلبان. طب مش فاكر. كده. ايوه يا سنيه. هتعمل عليا انا كمان فتوة. انا فتوى عليكي وعلى اللي يشددولك كمان. ابعد عني وتوحد يا قاسي. سليمان. دستور دستور يا سيادي، دستور دستور دستور. خد يا جماعة العمل ده تحطه لها في فرشتها، هتبقى في نظر جوزك قردة ويجيلك مشتاق في ليلتها. واحبل يا خالة. الا تحبالي، ده انت هتجيبي بدل العيل دستة. دستور. اسمع مني كلمة يخيب راجل عبده. بس بقى حكاية الأسياء رقبتي عشان نسيان. عاوزين ديك أحمر بعلامة بيضة وخروف أسود بلية مدلدلة وجوز فراخ بدارة عزارة ما نستهمش دي لا في عشة ولا في حارة. كل طلبات لي سياد مجابة، بس سليمان يرجع لي واخلص من بنت السمري. دستور دستور يا سيادي، دستور. يا سنيه حصل ايه؟ شايف يا سليمان؟ شايف بيعملوا فيا ايه؟ بيشبشبولي، بيسحرولي، عايزين يخربوا بيتي. هما مين اللي بيعملوا فيكي كده؟ شوف انت بقى بحداقتك، افهمها بمفهوميتك. مين له مصلحة معمرش معاك؟ مين له مصلحة ونفسه تنشق الأرض وتبلعني؟ قصدك فتحية مراتك مفيش غيرها. فتحية مراتك اللي كل شق في كعب رجلها قد شق التعبان. اخرسي قطع لسانك، ده انا اشيلك وانجرتك يا عتيقه. أنا العتيقة ولا أنت القديمة؟ انت بتطوعي لسانك عليا ام 44 انت. ودين النبي ما كنت ضربك إلا بالشبش. كده؟ طب والله لا انا مورياكي. تعالي لو واقفه يا معلم. والله لو اوريك انا هقطعك دراعي. عيب كده يا فتحيه. انا هقطعك دراعي. يا جماعه عيب كده، عيب. ده انا الفتوه يا ولاد الكلب. فتوة فتوة لما تقدر تحكم بيتك، لما تبقى تحميني من الأسافل اللي أنت عايشتني معاهم. وديني النبي لا كنت هعملك البيت وماشية. وإن كنت عايزني يا فتوة يبقى سيب لي الاسطبل اللي أنت عايش فيه وتعالى لي سراية أبويا. اهلا يا معلم.
سنيه؟ في اوضتها. لا مؤاخذه، راح فين يا معلم؟ انت بتمنعني عن مراتي يا مصطفى؟ ما هو يا معلم سليمان ما تاخذنيش بقى، انا اختي مش واخده على البهدله، واللي حصل من جماعتك التانيين ده شغل ناس اوباش بتوع حوالي. مصطفى سمري، انت بتكلم واحد متربي في الحاره وعاش فيها وهيموت فيها. انا ما ضربتش اختك على ايدها عشان تتجوزني. مش قصدي، انت نسبك يشرف وكل حاجه يا معلم، لكن احنا ناس واخدين على تربيه السرايات ولينا معامله جنس تاني، واذا كان اول النسب كده امال اخرته تبقى ايه؟ انت نسبك ما يهمنيش، انا اللي يهمني مراتي، وان كان رايها من رايك يبقى خلاص ما عنديش مانع نخلص من بعض وكل واحد يروح لحاله. وانا على لسان اختي اقدر اقول لك انا ليا لسان اتكلم بيه يا مصطفى، وانا ما طلبتش منك تعمل لي افوكاتو. سيبنا لوحدينا شويه. وراس عاشور الناجي، لو واحده غيرك عملت عملتك دي وسابت البيت من غير رضايا لكنت دفنتها تحت التراب. ما انا عارفه انك بتحبني. طب لو حبيبك عسل ما تلحسوش كله. مالكش دعوه بالعسل، خليك انت قاعد مع المشة ودودو. ارجعي بيتك يا سنيه. انا قاعده هنا في بيتي. بيتك مطرح ما يكون جوزك يا سنيه. بيتي مطرح مرتاح يا روح سنيه. كده اهو. طب روحي وانتي. ما تنطقهاش، اوعى تقولها وحياة ابنك اللي في بطني. بتقولي ايه؟ انتي هجيب لك فتوة نونو. يا الطف الله، واقفه معايا وبتتكلمي وبتروحي وبتيجي. امال هعمل ايه؟ تروحي ترتاحي في سريرك اللي هنا. مطرح ما يريحك ويعجبك. وانت؟ انا لو اقدر اسيب بيتي اقدر اسيب ابني. طيب على شرط، قول يا سنيه. ما دمت حابه ام اولادك ما احبش تبقى لي دور. قصدك تطلق فتحي.